تخيل تصحى الصبح على صوت طيارة، صوت مش غريب، عادي زي كل يوم. تفتح عينيك وتلاقي الشمس طالعة والجو هادي، بس فجأة الهدوء ده بيتحول لصمت مخيف. المدينة اللي كنت شايفها كل يوم راحت، اختفت، كأنها ما كانتش هنا من الأساس. ثانية واحدة، مش ساعة ومش يوم، ثانية واحدة كل اللي كانوا بيضحكوا وبيتكلموا وبيحلموا اختفوا. البيوت بقت رماد، الشوارع بقت صحراء، مفيش لا صراخ ولا صوت، بس في ريحة موت مالية الهوا. الزمن وقف والحياة كأنها خرجت من المدينة وما رجعتش. الناجين كانوا محظوظين، ولا اتكتب عليهم يعيشوا الألم. جلدهم اتحرق ووشوشهم اتشوهت، بس الوجع الحقيقي جواهم. مفيش وقت للبكا لأن الجحيم لسه مولع حواليهم. وكل ده بيخلينا نسأل ليه؟ اللي يخلي بني آدم يضغط زرار وهو عارف ان الزرار ده هيبيد مدينة كاملة؟ هل الحرب بتخلي الناس تنسى الرحمة ولا السلطة بتعميهم؟ اللي حصل زمان مش بس تاريخ، ده تحذير، لان الزرار لسه موجود وممكن يتداس مرة تانية. القنبلة الذرية مش زي اي قنبلة، دي بتنفجر من جوه الذرة نفسها. بتختلف عن القنابل التقليدية لانها ما بتعتمدش على مواد متفجرة عادية زي TNT، بتعتمد على انفجار بيحصل داخل نواة الذرة نفسها. الذرة هي وحدة البناء الاساسية لاي مادة، ولو حصل تفاعل معين داخل نواة الذرة، خصوصا في مواد زي اليورانيوم او البلوتونيوم، الذرة بتتفكك وده بيولد طاقة ضخمة جدا. القنبلة اسمها ذرية لانها بتستخدم عملية اسمها الانشطار النووي. في العملية دي نواة الذرة بتنقسم لنواتين اصغر، وتتحرر مع الانقسام ده كمية هائلة من الطاقة، وده اساس عمل القنبلة. في لحظة الانشطار بيبدأ تفاعل متسلسل، والتفاعل ده بينتشر، وكمية الطاقة اللي بتطلع خلال ثواني بتكون كافية لتدمير مدينة كاملة. شرحنا بشكل بسيط ازاي القنبلة الذرية بتشتغل، بس الحقيقة الموضوع أكبر وأعمق من كده، واللي جاي هيفهمنا التفاصيل بشكل أسهل وأوضح. وبكده هنكون عرفنا إحنا بنتكلم عن إيه النهاردة. بنتكلم عن موضوع مهم ومرعب في نفس الوقت، وهو القنبلة الذرية. هنتعرف سوا على تاريخ نشأتها وإزاي اتطورت مع الزمن، وكمان هنتكلم عن تأثيرها الكبير على العالم، وإزاي ضغطة زر واحدة قادرة تمسح تاريخ كامل، تقدر تشيل مدن من على خريطة العالم. وقت التفجير نور قوي جدا ملا السماء، والأرض رجت وكأنها زلزال صغير. الضوء سطع لأبعد من أي حاجة اتشاف قبل كده. أول تفجير نووي حصل في أمريكا سنة 1945، كانت تجربة علمية جديدة تماما، حاجة محدش جربها قبل كده. العلماء كانوا بيحاولوا يفهموا إذا كانت الطاقة اللي جوه الذرة ممكن تتحول لانفجار كبير. كانوا عارفين إن القوة دي هتكون كبيرة، بس محدش كان عارف تأثيرها الحقيقي. العلماء نفسهم كانوا مش متأكدين إذا التجربة هتنجح ولا لأ، ولا ممكن تحصل كارثة أكبر من المتوقع. كان في خوف من الانفجار ممكن يكون أقوى من اللي هم متخيلينه. التجربة دي كانت نقطة تحول كبيرة في تاريخ العالم، قلبت موازين القوة وغيرت شكل الحروب والسياسة. العالم اتقسم لنصين، قبل السلاح النووي وبعده. وبعد ما شفنا قوة أول تجربة نووية، دلوقتي هنشوف أول مرة القنبلة دي اتفجرت على أرض الواقع، وإزاي دمرت مدينة كاملة. يوم 6 أغسطس 1945 أمريكا رمت أول قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما في اليابان. كان يوم عادي في المدينة، الناس ماشية في شغلها والشوارع مليانة حياة، لكن اللحظة دي غيرت كل حاجة للأبد، مش بس المدينة لكن العالم كله. فجأة في ثانية واحدة كل اللي حواليهم اختفى. الانفجار كان قوي لدرجة انه مسح المدينة من على الخريطة. حرارة القنبلة وصلت لأكثر من 4000 درجة مئوية، درجة حرارة بتخلي أجسام كتير تتبخر في لحظة من غير ما تسيب أي أثر. ده غير الإشعاعات اللي سببت معاناة كبيرة للباقيين، واللي نجوا عاشوا ألم ما ينتهيش من الجروح والإشعاعات. مفيش إنذار، مفيش وقت للهروب، كل حاجة حصلت في ثانية، والدخان غطى السماء فوق رؤوسهم. هيروشيما بقت رمز للكارثة النووية ودرس عن خطورة السلاح. مات أكتر من 140 ألف شخص في اللحظة دي. اللي عاشوا بعدها ما قدروش ينسوا، مش بس من الألم لكن من شكل المدينة اللي ما بقاش فيها روح. لكن اللي حصل بعد كده كان أصعب. الألم اللي سابته القنبلة ما بانش بس في اللحظة، والكارثة ما خلصتش عند هيروشيما. بعدها ب3 أيام بس حصلت ضربة تانية، ومكان تاني بالكامل اختفى من الخريطة. ولسه العالم ما استوعبش صدمة القنبلة الأولى. رمت أمريكا القنبلة التانية، المرة دي على ناجازاكي. كانت خطوة تانية بس أخطر. كان يوم 9 أغسطس 1945، والناس كلها مرعوبة من أول انفجار. العالم كله واقف مذهول ومش فاهم اللي بيحصل، ومحدش مصدق إن ممكن ده يحصل تاني بالشكل ده. القنبلة اللي وقعت على ناجازاكي كانت أقوى من اللي قبلها، بس جغرافيا المكان، الجبال حوالين المدينة خففت شوية من حجم الدمار. ورغم كده والموت انتشر في كل مكان، أكتر من 70 ألف شخص ماتوا في لحظة وبدون ذنب. واتكتبت صفحة تانية سودة في كتاب الحرب، صفحة لسه بترعب العالم
لحد النهارده. بعد اللي حصل العلماء نفسهم اتصدموا، ما كانوش متخيلين ان القنبله اللي اشتغلوا عليها هتعمل الكم ده من الدمار. ناس كتير منهم ابتدت تسأل، هو احنا كنا بنكتشف لمستقبل افضل ولا بنجهز كارثه لانهاء العالم؟ في علماء كتبوا ندمهم، قالوا كنا فاكرين بنخدم البشريه، بس الحقيقه اننا ساعدنا في اكتر حاجه ارعبت البشر. القنابل دي علم بس من غير ضمير. العلم ده بقى اخطر من اي سلاح، والواضح جدا اللي حصل مش بس نهايه لحرب، ده كان بدايه الخوف، خوف لسه بيطارد العالم. بس للاسف بدل ما العالم يتعلم من اللي حصل، قرر يسلح نفسه اكتر ويبدا سباق جديد، سباق مرعب اسمه النووي. بعد اللي حصل كل الدول الكبيره بدات تتحرك، كل واحد بقى عايز يكون عنده القنبلة بتاعته. الردع بقى لعبة سياسية، وكل دولة بتسابق الزمن مش علشان تحمي بس علشان تهدد. العلم ما بقاش وسيلة فهم ولا تطوير، بقى وسيلة تهديد. الفيزياء اتحولت لصواريخ، والمعامل بقت خطوط انتاج للرعب. بدأ سباق التسلح النووي، امريكا وروسيا، بريطانيا والصين، الكل بيجري في اتجاه واحد، كارثة ممكن تحصل في لحظة تهور. والناس كانت عايشة في رعب يومي، مش من الحرب العادية لكن من زرار صغير ممكن يمحي حضارة بحالها. القنبلة الذرية مش بس سلاح، ده تذكير دايم اننا ممكن نضيع كل حاجة في لحظة بمعلومة واحدة، بزرار واحد الدنيا كلها ممكن تتحرق. ده تاريخ طويل من العلم بس للأسف استخدمناه غلط، واحنا لحد النهاردة عايشين في ظل النووي، خايفين من اللحظة اللي حد تاني يتهور فيها ويضغط الزرار. علشان كده لازم نفضل فاكرين ان العلم لو ما كانش معاه ضمير هيبقى خطر اكبر من اي قنبلة. ويمكن السؤال اللي لازم نسأله دلوقتي، احنا عايزين نكمل بالعلم ولا ننتهي بيه؟ على مدار سنين كان العلم هو الامل، هو اللي بيطور حياتنا، بس في لحظة تحول من أداة بناء لأداة فناء. بدل ما نكتشف دواء اخترعنا قنبلة، بدل ما نطور التعليم طورنا أسلحة بتمسح مدن. وللأسف التاريخ ده مكتوب بإيدينا مش بإيد حد تاني. القنبلة بتنفجر مرة واحدة بس العلم من غير ضمير بيولع الدنيا كل يوم. ممكن تكتشف تكنولوجيا بس تستخدمها تدمر بدل ما تعمر. الضمير هو اللي بيوجه العلم، من غيره كل حاجة بتنهار. علشان كده مش أي علم بينفع، لازم يكون في ضمير قبله. أصدقائي شكرا على متابعتكم معانا، ونتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من خلال المحتوى اللي بنقدمه. شكرا على دعمكم لينا دايما، ونتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم.